متابعة إذا للتطورات على الأرض في السودان تحديدا في الخرطوم، ينضم لنا الصحفي محمد باش من هناك. محمد أهلا بك. الجيش السوداني يقول إن الموقف العملياتي لقواته مستقر في العاصمة الخرطوم، وطبعا هناك بعض الاشتباكات التي ربما هي متقطعة أو الهدوء هو حذر. ما طبيعة ما يجري على الأرض؟ هل تابعتم اشتباكات متفرقة؟ هل الهدوء يعني ربما يمكن القول أنه فعلا ينذر بأن هذه العمليات يمكن أن تنتهي قريبا؟ يعني ما متابعتك ومشاهداتك محمد؟ مرحبا، مساء الخير. اليوم هو أول أيام الهدنة السادسة التي أعلنها الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ابتدأت منذ الساعة 12 منتصف ليلة أمس الماضية حتى صباح اليوم، حتى الساعة 11 صباحا كانت الأوضاع هادئة نسبيا، هدوء حذر وحركة طبيعية للمارة داخل الأحياء، وعدد من المحال التجارية هي تفتح. لكن ظهر اليوم كانت هنالك اشتباكات عنيفة جدا، ربما نسميها بعنيفة لأنها كانت تسمع من أماكن بعيدة. رأينا أعمدة النار من أماكن مختلفة في منطقة بحري، في منطقة كافوري تحديدا. هنالك عدد من المصانع تم قصفها وأصيبت بهذا القصف، ونتيجة الاشتباكات ألسنة وأعمدة الدخان ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظات التي أنا أتحدث فيها، نسبة لأن الأوضاع الآن الزمن متأخر جدا، لا ترى من على البعد، ولكن هي تلفي مباشرة هذه الألسنة. أيضا تم قصف عدد من المقار للدعم السريع من قبل قوات الجيش، بحسب بيان لقوات الدعم السريع بأن قوات الجيش قصفت الدائرة الطبية، وهي الدائرة التي تقع في منطقة شمبات في الجانب الشرقي من كوبري شمبات الذي يربط ما بين أم درمان وبحري. هذه الاشتباكات استمرت في عدد من المناطق. هنالك أيضا في جنوب الخرطوم في منطقة السلمة وجبرة والكلاكلة شهدت أيضا اشتباكات عنيفة. حتى عصر اليوم كانت هذه الاشتباكات مستمرة. الطيران الحربي يحلق بكثافة في سماء الخرطوم، وتقابله مضادات الطيران الأرضي من قبل قوات الدعم السريع. الآن الساعة 8 بتوقيت الخرطوم، الأوضاع أشبه بالهدوء الحذر نسبة لأن هذه الاشتباكات قلت إلى هذه اللحظة. نعم محمد، ماذا بالنسبة ربما المناطق التي هي التي يمكن أن تحدد نهاية هذه المعركة؟ تقول بأن الاشتباكات مستمرة وبشكل متقطع في المناطق في ولاية الخرطوم، لكن ما الذي يمكن أن يحدد ربما أو يحسم هذه المعركة ما بين الطرفين من خلال ما ربما حصلت عليه من معلومات؟ ما يحسم هذه الاشتباكات هو انتهاء الحرب واللجوء إلى التفاوض، أو هزيمة طرف إلى الطرف الآخر. بحسب بيان الجيش الذي صدر صباح اليوم، قال أن هنالك إمداد عسكري حاول أن يأتي إلى قوات الدعم السريع من الناحية الشمالية الغربية لأم درمان، تم قصفه. وأيضا هنالك رتل من قوات الدعم السريع حاول الدخول من شمال كردفان من الناحية الغربية منطقة الموالح، تم قصفه. وأيضا هنالك رتل عسكري حاول الدخول من منطقة الباقير إلى جبل أولياء، تم قصفه. فبالتالي القوات المسلحة تحاول قطع الإمداد العسكري لدعم القوات المتواجدة داخل الخرطوم، وهذه الاشتباكات ستنتهي في حال الرجوع إلى التفاوض كما ذكرت لك، أو انتصار طرف على الآخر، والمتضرر هنا هو الشعب السوداني. شكرا لك على المداخلة معنا محمد باش، الكاتب الصحفي من الخرطوم.